إحالة 12 مسؤول بالهيئة القومية للبريد إلى المحاكمة التأديبية والنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء. تخيل كده، تصحى الصبح تلاقي فلوسك اللي شقيت فيها وعرقت عشان تجمعها طارت من حسابك في البريد. ده بالظبط اللي حصل مع ناس كتير، والموضوع طلع مش سرقة عادية، ده عصابة كبيرة جوه البريد نفسه. النيابة الإدارية كشفت فضيحة من العيار التقيل وقررت تحول 12 مسؤول كبير في هيئة البريد للمحاكمة. ليه؟ عشان ببساطة سرقوا فلوس العملاء. تخيل إن مدير إدارة الاستعلامات السابق اللي المفروض يحافظ على فلوس الناس طلع هو المعلم الكبير في القصة دي، وسرق لوحده أكتر من 2 مليون و600 ألف جنيه من فلوس الناس. الموضوع مش سحب فلوس عادي، لا، ده كان بتحايل كبير، بيستغلوا حسابات الناس اللي مش بيستخدموها وبيغيروا بياناتهم وبيطلعوا لهم كروت خصم مباشر بطرق غير قانونية، وبعدين يسحبوا الفلوس من مكان ATM ولا كأن حاجة حصلت. الغريب ان الموضوع مش فرد واحد، دي شبكة كاملة، وكمان كانت بتحصل جوه ادارات حساسة زي ادارة التحفظات القانونية وادارة غسيل الاموال واصدار الكروت وخدمة العملاء. يعني من الاخر كانت سرقة منظمة ومتدبرة. النيابة ما سكتتش وجمعت كل الأدلة اللي بتثبت الجريمة دي، من أول بلاغ من قطاع الموارد البشرية اللي شك في الموضوع لحد كاميرات المراقبة اللي صورت المتهم الرئيسي وهو بيسحب الفلوس بكروت العملاء، وكمان مستندات وتقارير فنية فضحت تلاعبهم في الحسابات. المتهمين دول مش بس سرقوا، دول كمان سهلوا كل حاجة لبعض، فعلوا الكروت وسلموها للمتهم الرئيسي، غيروا بيانات الناس وكسروا سرية معلوماتهم البنكية. يعني كل واحد كان ليه دور في المسرحية دي. دلوقتي الكورة في ملعب المحكمة التأديبية والنيابة العامة، وكلنا مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل في المسؤولين اللي خانوا الأمانة وسرقوا تعب وشقى الناس. يا ترى هيتم رد الفلوس لأصحابها؟ وهل ده معناه إن في فساد تاني ممكن يتكشف في الأيام اللي جاية؟ والأيام هتبين.